هتعلم ابنك برمجة وذكاء اصطناعي، يبقى مهم تبقى فاهم ان ال choices leads to results. بمعنى أدق إن القرار ده قرار حساس جدا وما ينفعش يتاخد بشكل عشوائي، مش بس عشان 90% من مجالات المستقبل هتعتمد على البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإن 65% من طلاب المرحلة الابتدائية هيكونوا بيشتغلوا في وظائف مش معروفة حاليا لكنها هتعتمد على ال AI بشكل أساسي. لا، ده عشان يكون عندهم العقلية الجاهزة اللي قادرة تواكب أي تغيير بيحصل في العالم حواليهم، ونخليهم جاهزين ومستعدين لده من دلوقتي. القرار ده محتاج منظومة متكاملة بخبرة كبيرة بتقدم محتوى متكامل قادر إنه يحقق الأهداف التكنيكال، وإن ابنك يكون قادر إنه يتقن تخصص من تخصصات البرمجة والاي اي، وإنه كمان يكون عنده المايند سيت اللي تخليه قادر يواكب أي تغيير بيحصل في الوقت الحالي والمستقبل. فريسي دربت أكتر من 100,000 طالب في 22 دولة مختلفة، وقدمت محتوى متكامل بيدمج ما بين البرمجة والذكاء الاصطناعي مع السوفت سكيلز والبزنس سكيلز في خطة تعليمية واحدة.